تعالى اوريك اجمل لقطة في مباراة الاهلي وشبيبة القبائل النهاردة. بس الاول كده صلي على حبيبك النبي بقى، علشان انا وانت ناخد حسنات. الظاهر يا غالي ان مش انا وانت بس اللي مستنيين عودة امام عاشور لارض الملعب، لا ده لعيبة الاهلي والكرة كمان. وتعالى اوريك بقى ليه الكرة كمان. امام عاشور اللي في اول كام دقيقة بالظبط اول ما حط رجله في الملعب بيرزع بشماله الكرة دي، صحيح هي قلشت وساعتها راحت لتريزيجيه سجلها، ولكن بص على تريزيجيه وجمال تريزيجيه وسلكان تريزيجيه. الراجل نسي احتفاله بالجول خالص وجري على امام عاشور واحتفل بيه هو وكل لعيبه الاهلي، كأن امام عاشور هو اللي سجل الجول مش تريزيجيه. ده مش بس كده، ليه بقول لك بقى ان الكرة اللي بتحبه؟ لان برضو امام عاشور الوحيد اللي بيلعب برجله اليمين واحسن واحد يشوط برجله الشمال. اول ما جات له الكرة دي تاني على حدود ال 18 قال لك ما بديهاش عليا النعمه اللي انا حاططها برضو بشمالي، انا مش هحرم على فكره. وفعلا حطها بشماله زي ما انت شايف وسجل بيها احلى جول. هو احنا ليه بنقول عوده السطور؟ السطور علشان الراجل بسم الله ما شاء الله اول ما بيحط رجله في الملعب زي ما انت شايف كده اجوال بتتسجل وناس في حتت تانية بتتحرق بعيد عنه.